بجد لو اقول لكم ان هي قد ايه اسفنجيه مش هتصدقوا الا لما تجربوها. كانت زمان ماما بتضحك علينا وتقول عليها ان هي عيش السرايا، وهي بصراحه احلى من عيش السرايا واحلى من اي كيكه ممكن تاكلوها في حياتكم. كيكه الزبادي الروعه الخطيره دي، بصوا الجمال والحلاوه، تحفه جدا جدا. لو عايزه تعرفي الطريقه والمقادير كملي باقي الفيديو، وهتنسي اللايك والشير. بقى معايا الدقيق، كوبايتين ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر. هقلبهم واسيبهم على جنب كده على ما نعمل المكونات السائله. هنا بقى في الخلاط هنزل بنص كوبايه لبن، حليب اهو، كوبايه الا ربع سكر، علبه زبادي. الزبادي دي احنا عاملينها في البيت مع بعض. ننزل ببيضتين، بيضه انا نزلت بواحده وادي التانيه. فانيليا، نص كوبايه زيت. بعد ما الخليط اتضرب معايا كويس قوي هنزل بيه على الخليط الجاف اللي هو الدقيق على البيكنج باودر، واقلبه لحد ما الدقيق يختفي خالص. واكون مسخنه الفرن درجه حراره 180، الرف الاوسط. هتاخد معايا ان شاء الله نص ساعه، يعني 30 دقيقه. هنزل بقى عليها، هتلاقيها تقيله كده، هنزل عليها بنص كوبايه ميه سخنه تكون مغليه، ما تقلقوش مش هتاثر على حاجه. بصي الخليط عامل ازاي، هو ده السمك اللي انا عايزاه. هصبه في الطاجن الوسط بتاع الصينيه، هديها خبطتين كده عشان تخرج الهواء، وادخلها الفرن. شكلها بعد ما خرجت من الفرن هسقيها بقى بعد ما قطعتها بشربات خفيف، نص كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، هيغلوا مع بعض لمده 10 دقايق واسيبهم يبردوا. هسقيها بقى كده. هي قد ايه اسفنجيه مش هتصدقوا الا لما تجربوها، بجد روعه روعه روعه. زي ما ماما بتقول عليها عيش السرايا، بس بجد حاجه رهيبه رهيبه رهيبه. لما تجربيها هتدمنيها حرفيا. اظبط كيك زبادي تحفه جدا. الطريقه لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.